أيام دلك أنني أخيس قويا سدي رخصاني قد إجن ثم نهى عنها إيجا سيرا دور كجن رواه مسلم. حديث أنا مسلم وديسه. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ندور كجن عن المتعة دلك أنني سرا عام خيبر بكجن قافدو لندور ك أما يسين تنترى دور كمتي حلال قدمتي أما ديبتي دور كمتي جيتو متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قال الإمام النووي الصحيح المختار أن تحريم المتعة وإباحتها حرامنا متعة بحلالنا نسيلا كانا مرتين غافلما وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس قويا فتح مكة قجن قويا أوطاس لاتصال ما أوطاسي بمكة ولما تنن ثم حرمت بعد 3 أيام إيجا قويا سدين أمني اتقناني أني لا وجه جراتني تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة حرامنا زلالم هنگا بويا قياماتي حرام قد جيش ربي سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل يوم الخيبرة قرين ما كنجا حلالنا متعاداتني وان كيبران درا قبطي فمت جيشون بقوا والتحريم يوم خيبرة للتعبيد حرامنا قويا خيبرة رسول حرام قدن زلالمنا دافي زلالمي في وأن الذي كان يوم فتح مكة حرامنا قويا فتح مكة مجرد توكيد التحريم من خير تقديم إباحته يوم الفتح لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع من تكرار الإباحة تناف قويا لما يسين أما قويا فتح مكة تندرا هنجرتو قويا سنمو قويا حلال قرانيتي دي بني ماس حرام قران جيجو ايغنا قويا خيبرات حرام قران تيكا كيلوت اچيبو دغنا نم تقوكتين دي بنا جنجيجو آيا والدرا جيران غرينا كسكا جوسي جيران ولو مخيسة تولد بني بر أمو ولا يوارد ما روي عن بعض الصحابة أنهم ثبتوا على المتعة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته إلى آخر أيام عمر خجول فإن من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم نما بيخوت عن بين حجة واستمرار من استمر عليها إنما كان لعدم علم بالناسخ ورين أنك زمان عمر اتجرا قنا دين دبته ور شارمي سديسان دغين سنجن نجتا آية. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مطاعة النساء دوب رسول الله كانني سراني دور كجان وعن أكل الحمر الأهلية أري مننا ما قلت نياتشو رايلني دور كي يوم خيبر ويا خيبر أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سمرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم أما خيبر جوجن خيبرات درا فتي مكة بودا أما حرامنا جويا خيبراسون حرامنا جبدو خيبر درا حلالي جويا فتي مكة سنما جبيسو تدي بين جنان جويا فتي مكة حرامنا قويا مكة مجرد تأكيد التحريم من خير تقديم إباحة يوم الفتح حرامنا مدر أنقر أنسوني اتدي بني جبه سنجي قويا فتح مكة للا آية
إني كنت أذنت لكم أندوبا خيسني فيما قدنت في الاستمتاع من النساء تلقنني وخيستي وإن الله ربين قد حرم ذلك إلى يوم القيامة تلقنني أوتنا مدة دللا فودني جارتي قدچو سونتيني قيوم سدي برا بلاني برادي مرابيخ دوبا ربين كان آرام قدنك قيا قياماتي فمن كان عنده منهن نمني إسا براتي منهن دلا تنرى شيء نمني توكو إسا براتي فليخل سبيلها هذا لك سوجان جيتو نبين ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وانسي خنتني الرئيس واتكم فراتنا جنجيتو أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ني أبارا المحللة نما محلل دلقو فيه والمحلل له كسن كيسا دلق موس محللا نما جارتي خمت تقو علانين سيقو لجين نما نخاقو للا deebanii guyyaa tokko fi lama gunni bira wala jaarsa duraa kana deebisan duuba nama akkas dalaguu fi akkasum ka isaa dalagamus rachuutu rasuulini abaaranii amma naahiin abaarsatti oguu gundooyte maasiyaa guddoodha taati jechu dhoorkaadha jechu kas dalaguu lala رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان لا ينكح الزاني نمني زنا دلقو المجلود هم بيك من فود جان إلا مثله نمك ساس مليلا رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات أكن جيتشو معنا نساء نمني زنا دلقو نمك سافودو دا قصدادا نما نجيا تقنين فود جين قصدو نمني نجيا إسال نيرو مجيتشو أمو يو توبته خبيروتي يو فود بنو دنديا دور كامتي أما ناين تلتقاو لا ينكي الزانين نمني زنا دلقو المجلودون المشهور جيتشو بكما خنتي نمك سافودان نمك ساملين فودين اسمتا يوخانو نمني زنا دلقو خنبيكمي نمك سافودو را قصدا أجيتشو مانان رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله عنها قالت أما ناهينتو أما مال جيتشو دبينكو مالوخن أن المراد بالحديث هو تشريع الزنا وأنه لا يقع من رجل أفيف على امرأة أفيفة وإنما يقع من رجل عادته الزنا على امرأة مثله لا ما لرسول خنا خيسا ونبر بادن فكسوا زنادات زنان نما نجيار نركمو انت لا نجيارت نما آدان سادرانو زنا فقطا خدته لا فقطو كثير أركمادا نمني فقطا نما فقطا دفودو قصد ملي نما نجيانين فودجين قصدو وجيتشو طلق رجل امرأته ثلاثا دوبا نمي توكو جارتي ساسا ديني خجان فتزوجها رجل نمني توكو نفوده ثم طلقها قسيني خي قبل أن يدخل بها وصو وجين قاليني أما قاديسني ريبوتي في وحرم ذلك على المؤمنين جرب آتس كيست وهذا دليل سريع على تحريم الزانية حتى تتوب وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب أما انت لشرموتتي بديد ليدي يجون بيتو على قلتو تكسيفون حرامي جيتو هنگي سين توبتت نمكسي خالق الويرمونيس وصوبي خنين ميتشكو نما بالغي هيرمون حرام چلا دا جيتو وربين غيا برورا نما غافتو يون رادي بملي لا جيتو نو خنا دينني في آية القرآن سن وكتكتا قبل ثم طلق يغنا قبل يدخل بها وزوج قالني فأراد زوجها الأول
جارسيسي خدراس نفد أن يتزوجها إسيس فودو فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك دوب رسول خنا راني قافة من فقال لا هنجر جنب حتى يذوق الآخر أنقه بودان النمتي من عسيلتها بما يسير ما ذاق الأول وان كدراد اندمللا اما نمي توكو فوده نيا اسافين حلال غداتي نسون تهين فودو مدوغا فوده وسو جينغالين هيخه جار سدراتي ديبون دندي سجچو يو جار سيبودا وجينغال ملي ربي سبحانه وتعالى فإن طلق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اما خن نخابا انا نمي خمه نخابا انا يو رجيته مو تكو مسيخ جي اسے ادان دومه نخافي ماري اري انفورو ندنتيا ايكا نساسم با انا يو تاتي با انا غو سشن قبدي هنگا جار سبيرو نيا اساف حلال غوناتي نسون تهين نيو مخاني فوده وجينغله ان سني خطي جار سدراتي ديبون دندي سجچو جار سدرا وغودا جالسة سنويخي نخاري أنفودا ماري آري أنجيشو آيان متفق عليه واللفظ لمسلم آيان باب الكفاءة والخيار بابا خنو الكتم ما في خيارا نوتي دبتني نمني شوفا والكتتو أما خياري مرتنا نجراجو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبر جمع ربي كجان العرب بعدهم عربني قرين ثاني أكفاء بعد قريت جن والموالي بعضهم أكفاء بعد قرين ثاني كتة قريت جن إلا حائكا شماني ملي أو حجاما نما خوب ملي شماني وجوجن نموچو لو جيچو سلالي جيچو أما خن سلا جرخان إن كتة متيچو خن نادين خن تيف جنان رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى سند حديث غنا غيس راوي مكان سان تبت من الجرا واستنكره أبو حاتم منكر جن وله شاهد عند البزار قالت بزار بلا إسافته عن معاذ بن جبل بسند منقطع ولما قالت دين ضعيف لا يتج به جنان وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيين قال لها فاطمة نكجنين انكحي أسامة أسامة هيرمي جنين اسم بليسا أسامة كن قبر لالا نمني إسلامنا كبانن كفتك تيجي ونن خنو أنا سيديزني رواه مسلم مسلمي تو ديسه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية يا بني بيادة يا المن بيادة انكحوا أبا هند أبا هند دبر خيسان كنا وانكحوا إليه وانكحوا منه إسر إلي فودا أكن جنين وكان هجاما إني كنا من نما خوبت جلال أما دلقان نمن تكيسي تجيجو نمني شنيدان إلمان نما تانا والكتاجي جوني راركن رواه أبو داود والحاكم بسند جيد سند سيئة جيجو وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة جاني مرتجي ممتجت على زوجها جار سسيرتي حين اعتقت وقول بلسومته متفق عليه في حديث طويل أما قام خيار يخونو نجرادا انت لون تكيو بلسومته جار سيسي قبرته فيتو برتاو فيتو برادي مقبديدا متفق عليه في حديث طويل حديث ديرا خيستي ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا جاسسي قبرته جت وفي رواية عنها روايات كتم كان حرا بلسته والأول أثبت قبرته جتو ترجب دورجان أجر بالله وصح عن ابن عباس عبد الله المباس الراسبته عند البخاري برتي أنه كان عبدا قبرته قبر جارسي سن قبرته يجو سبته جان روايان تناتو رجب دولا جيجو بالله